ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة كده مميزة وجميلة كده وحاجة كده دلع كده زي المطاعم، سندوتشات لذيذة قوي. وبصوا منظرها من جوه جميل قوي. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وتفعلوا الجرس طبعا عشان يوصلكم اي فيديو جديد انزله. وتبقوا متابعين كده معانا اول باول اي حاجة بعملها. بصوا هنا كده لما طلعت من الفرن يعني حاجة كده جوسي وجميلة قوي. وطبعا هي حاجة كده مضمونة تتعمل في البيت طبعا أوفر أكيد، وتتحكمي في الحشو براحتك وفي كميات براحتك. وطبعا هتبقى أحسن من بره بكتير يعني. وده منظرها من جوه كده. ويلا اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه عندنا بطاطس قشرتها، غسلتها طبعا كويس الاول وقشرتها. وهبدا اقطع فيها تقطيع عشوائي كده. مش عايزينه رفيع قوي. بصوا السمك ده كويس والحجم ده كويس، لان مش عايزينها تبقى رفيعه قوي وتبقى تقرمش وتبقى شيبسي. يعني احنا عايزينها لا تبقى بطاطس كده محسوسه يعني يعني تبقى بطاطس كده طريه ومحسوسه في الاكل يعني. يعني لما نحطها جوه الساندوتش تبقى محسوسه يعني مش عايزينها شيبسي يعني. بعد ما قطعتهم كده حطيتهم في بوله وحطيت نص كوبايه زيت كده. وبعدين هحط فلفل اسود، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود كده، معلقة شاي صغيرة. وبعدين هحط الملح بتاعي، معلقتين كده صغيرين من الملح. ما نكترش قوي عشان لسه في اضافات تانية هتبقى فيها نسبة ملح، فمش عايزين نزود الملح والدنيا تطلع حادقة قوي مننا في الاخر. بعدين هضيف البابريكا، هضيف معلقتين صغيرين برضو من البابريكا. وبعدين هضيف الثوم المفروم، هضيف معلقتين كبار من الثوم المفروم، بيدي طعم حلو قوي للبطاطس. براحتكم لو مش حابين التوم براحتكم، ممكن تحطوا توم بودرة لو مش حابين توم اللي هو المفروم يعني. او مش عايزين توم خالص، بس انا يعني جربتها من غير بتطلع لا بالتوم احلى بكتير. بعدين هنقلب كده، يعني يفضل نقلب بايدينا احسن، بس انا قلت يعني حبيت اقلب لكم بمعلقة كده. بس لو يستحسن تتقلب بالايد كويس وتحط كده في صينية. وندخلها الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 250 لحد ما كده البطاطس تبدأ تبقى طرية كده. نحط الشوكة نلاقيها الشوكة دخلت كده بسهولة واستوت معانا. هيتبان يعني هتعرفوا لما تستوي. بعد كده هجيب بقى الفلفل بتاعي، فلفل اخضر واحمر واصفر، وهقطعهم بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني شرايح كده بتبقى شكلها احلى بكتير في الساندوتش يعني، في الاخر احسن من انك تعمليها مكعبات يعني. فالشرايح بتبقى شكلها اظرف بكتير يعني. البطاطس بتاخد في الفرن حوالي من 35 ل40 دقيقة كده. وبتبقى زي الفل استوت وجميلة. بعدين هنا حطيت الفلفل بتاعي بعد ما قطعته كده في البولة، حطيت عليه ربع كوباية زيت كده. وهقلبه كويس كده بحيث ان كل الفلفل ياخد من الزيت. وهدخله برضو فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 250 لحد ما يدبل كده معايا. مش عايزينه يتحرق يعني، بس يدبل يعني، مش اللي هو هنشويه يعني. لا احنا عايزينه بس يدبل شوية. مبياخدش وقت خالص يعني، ممكن من 15 20 دقيقة هيكون خلص يعني. المهم الفرن يكون سخن بس كويس خالص. بعدين هجيب ربطة الجلاش بتاعتي بقى كده، هقسمها نصين وهبدأ بأول حبة كده. هاخد 3 شرايح من الحبة اللي قطعتهم دول، النص الأولاني اللي قطعته. هاخد 3 شرايح من النص ده، وهبدأ أحط خليط من الكاتشب مع المايونيز كده، هفرشه كده في الجلاش. وبعدين أحط شوية بطاطس من البطاطس اللي سويناها في الفرن، وفوقيها شوية من الفلفل الألوان اللي برضو سويناه في الفرن وخليناه يدبل كده ويبقى حلو. بجد طعمه بيبقى حلو قوي. وبعد كده احط شريحة من الجبنة الشيدر، الصراحة بتودي الطعم في حتة تانية خالص. يعني انا عارفة ان هي ممكن كده تبقى الوصفة مكلفة شوية، بس هي انتي يعني هي بتبقى تتعمل فين وفين. وكمان هنعملها في البيت اوفر من بره يعني. الساندوتش الواحد بره مثلا بيبقى ممكن معدي 25 جنيه يعني، وبيبقى مش محشي كويس.
فاحنا عملناه في البيت، وهنعمل كمية طبعا هتطلع الكمية الموارد اللي هنجيبها هتطلع لنا كمية كويسة جدا. وهنظبط الحشو بطريقتنا وندلع الوصفة كده، وبتتعمل كل فين وفين يعني. انا مش هقول ان الوصفة هتتعمل كل يوم يعني. تمام. وعملت رول كده، وبعدين هنا دي خليط من صلصة الطماطم مع الزبادي. 5 معالق كبيرة من صلصة الطماطم مع علبة زبادي، ودوبت كويس خالص بمضرب البيض كده لحد ما الزبادي اختفى. وهبدأ أدهن بيه الرولات بتاعتي، رولات الجلاش كده بتاعتي اللي محشية بطاطس وفلفل وشيدر، فلفل ألوان وشيدر. الصراحة الشيدر زي ما قلت بتوديها في حتة تانية خالص يعني. بصي بتخلي الموضوع جوسي كده وطعمه حلو قوي يعني. يعني أنصحكم يعني نحط الشيدر من جوه، هيبقى أفضل بكتير. لان انا عملت شويه من غير شيدر. انا جبت الطبق واحد شيدر صغير كده. ما صراحه ما كفاش معايا، بس عملت حبه بشيدر وحبه من غير شيدر. بس صراحه فرق الطعم يعني لا كان ملحوظ يعني. اللي بشيدر طبعا كانوا احلى بكتير يعني. بس وبعدين دهنتهم كده بالخليط الصلصه مع الزبادي. وهحط شويه موتزاريلا كده على الوش، وادخلهم فرن بقى سخن مسبقا على درجه حراره 200، لحد بس ما الموتزاريلا تسيح كده وتاخد لون ذهبي جميل. وبص بقى المنظر كده في الاخر بيبقى جوسي وحلو جدا بجد. انصحكم تجربوها، ويا رب تكون الوصفه كده عجبتكم. وشكرا جدا مشاهدتكم، تابعتكم.